سلام، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم باحسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيكه ديال الشوكولات اللي كتجي هشيشه وكتجي خفيفه، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف. الا بغيتوا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير بقاو معايا حتى الاخر. عندي جوج بيضات بحراره المطبخ، غادي نزيد عليهم كاس الا ربع ديال السكر سنيده، غنزيد واحد الساشي ديال الفاني، واحد القبيصه صغيره ديال الملحه. غادي نخدم هاد العناصر مزيان حتى كيذوب السكر وكيولي الخليط بهذا اللون هذا كما كتشوفوا معايا، كيولي مائل للبياض. وغادي نزيد دابا نصف كاس ديال زيت المائده، كنزيدها على شكل خيط وانا دائما كنحرك. من بعد غادي نزيد جوج علب ديال ديسير الشوكولاته، كل علبه فيها 80 غرام. ودائما كنخلطو مزيان. من بعد ما خلط ديسير الشوكولاته غادي نزيد دابا الدقيق. عندي هنايا كاس ديال الدقيق، دائما كنعبر بالكاس ديال اتاي. غادي نزيد عليه جوج اكياس ديال خميره الحلويات، وغادي نزيد واحد الكيس ديال الكاكاو المر. بالنسبه الى كان ديال العبار كنزيدو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. من الاحسن اننا نغربلو العناصر جيدا، وكنخلطوا الدقيق ديالنا والكاكاو والخميره مع بقيه العناصر، وما نبالغوش في الخلط دائما باش يجينا الكيك ديالنا يجينا مفشفش ويجينا رطب ويجينا خفيف. الا بالغنا في الخلط فما كتجيناش الكيكه زوينه، ما كتجيش خفيفه. بمجرد ما كينسجموا العناصر فصافي كنتوقفوا على الخلط. غادي ناخذ واحد المول اللي فيه 22 سنتيمتر، غادي ندهنو بالزبده وغادي نرشو بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط وغادي ندخلو للفران اللي سخنته على 175 درجه. بالنسبه لي خدات ليا في الطياب 30 دقيقه، وحتى بالنسبه للدقيق خدات ليا كاس ديال الدقيق. ممكن تاخذ لكم اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق. كما شفتوا معايا كنحاول نقاد الخليط بهذه الطريقه هذه في المول، وكندخلها الفران كما قلت لكم اللي سخنته على 175 درجه لمده 30 دقيقه. هنايا ملي خرجتها من الفران كتكون بهذا الشكل هذا. كنجربوها بشي كوردون او لا موس. الا خرج ناشف كنعرفوا بان الكيكه ديالنا راه طابت مزيان. كنتاكدوا بانها ما لاصقاش في الجناب. عاد من بعد كنقلبوها في صحن التقديم. كما كتشوفوا معايا الكيكه من بعد ما قلبتها في صحن التقديم كتجي رطبه ومفشفشه. كما كتشوفوا معايا كتجي اسفنجيه. كناخذ واحد 80 غرام ديال شوكولا غيش. استعملت الشوكولاته السوداء الغنيه اللي فيها نسبه الكاكاو كبيره. ذوبتها مع شويه ديال الحليب. من بعد كنزيد ليها واحد العلبه ديال الديسير ديال الشوكولا اللي استعملت نفسه اللي استعملت في الكيك. كنخلط مزيان حتى كتولي عندي كيولي عندي الخليط على شكل كريمه بهذا الشكل كما شفتوا معايا. وغادي نزين به الوجه ديال الكيك. انا اكتفيت فقط بتزيين الوجه ديال الكيك، ممكن نزينو حتى الجوانب. زينت بواحد الحبه ديال الفريز هكا حطيتها في الوسط، ودائما التزيين كيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما خليناها حتى بردات مزيان. كتجي خفيفه هشيشه رطبه. ديسير ديال الشوكولاته عطاها مذاق زوين، وحتى التزيين بالشوكولاته الغنيه او شوكولا غيش اللي فيه المذاق الحقيقي ديال الشوكولاته الحقيقيه
عطاها واحد المذاق زوين. عشاق الشوكولاته غادي تعجبهم هاد الكيكه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ووصفه جديده ان شاء الله.